السلام عليكم، السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير اي وقت انت بتشوف فيه الفيديو. دي نصيحة لاخواتي الشباب اللي داخلين على جوازات، اللي داخل يتجوز يعني. انت ليه ما ينفعش تكتب قايمة وانت بتتجوز؟ هتلاقي العروسة بتقول لك ايه، انت لازم تكتب. هو انت مش شاري ولا ايه؟ وانت طبعا واقف مش فاهم اي حاجة، ومش فاهم خطورة اللي انت داخل عليه. ابوها بقى يقول لك ايه، يا ابني انت زي ابننا، دي مجرد ورقه وشويه شكليات ملهمش لازمه. وهو اساسا ماسك القايمه قاعد بيبص فيها بند بند اللي انت هتمضي عليه، وفي النهايه بتمضي وتلبس. طيب ليه انت ناوي تتجوز؟ لو انت ناوي تتجوز ما ينفعش تمضي قايمه. القايمه هي عباره عن ورقه او وصل امانه، واتسمت قايمه بالنسبه للقايمه اللي تضمن العفش ومحتويات البيت. وبرضه عشان يكون اسمها فيها دلع شوية كده بيتقال عليه وصل، بدل ما نقول وصل أمانة وتخاف فبنقول عليها قايمة. القايمة بقى يا باشا هي حرام شرعا وقانونا، لأنها وصل مكتوب بالزور والغش. ازاي تمضي على ورقة مكتوب فيها كل حاجة هي جابتها بأضعاف سعرها، مش بسعرها الحقيقي؟ بس مش دي المشكلة برضه. المشكلة ان انت بتكتب كل حاجة انت جبتها على أساس ان الزوجة هي اللي جابتها. يعني الحاجات اللي انت جبتها بفلوسك انت بتمضي على ان زوجتك هي اللي اشتريتها، وانت استلمتها منها على سبيل الامانة، وملزم تسلمها ليها او تستلمها تمنها اي وقت هي تطلبه منك. شفت تزوير وغش اكتر من كده؟ كمان في موضوع ان الحاجة دي امانة، تدليس في حد ذاته، لان الامانة المفروض تكون في حوزتك انت بس، مش في حوزة حد تاني. يعني انت اللي تكون مالكها فقط، ومحدش يقدر يلمسها غيرك. وده طبعا مش ده غير الواقع اصلا، لان الحاجة في حوزتك انت ومراتك، بل في حوزتها هي اكتر لان هي قاعدة في البيت اكتر منك. كمان الامانة ما ينفعش تستخدمها، يعني هي مدياها لك على سبيل الامانة، انما اللي بيحصل ان هي فعلا بتستخدم فعليا. وما ينفعش انت في العموم تمضي على حاجة وانت نيتك انك مش هتسدها، ده هيبقى اسمه تدليس، لانك فعلا مش هتقدر تسدها. هي مكتوبة اساسا للغرض ده، غير انك حرفيا بتكون ماضي على كل حاجة في البيت. انت وقتها مش راجل البيت، انت عايش ضيف عند زوجتك. فانت راضي على نفسك تبقى عايش ضيف عند زوجتك وماضي على كل حاجة في البيت انت بتستخدمها؟ لا، انا يعني ده حتى المعلقة انت ماضي عليها، يعني المعلقة اللي انت بتاكل بيها انت ماضي عليها. في النهاية بقولك، اوعى تمضي على وصل امانة. جهز بيتك على حسب امكانياتك، وادفع مهر بما يرضي الله، واتجوز. ولو البنت رفضت، في مليون واحدة تانية هتقبل بيها. الشرع والرجولة خطوط حمراء، لو قررت تتعداهم انت اللي هتتهان. خليك فاكر كده كويس، خليك فاكر كده كويس. السلام عليكم.